اخواني اخواتي، اكثر من ربعيه ما حطيت لكمش فيديو، والقاعده كتقول الا داز يومين وما حطيتيش فيها فيديو راه انت ما يوتيوبر ما والو. وانا هاد القاعده الصراحه ما كتنطبقش عليا، حيت انا واحد الانسانيه معكاز وصافي. بعض المرات كيكون بامكاني ندير فيديو ما كنديرش فيديو، الله اعلم واش شي حاجه كتشدني وما عرفتش. دابا راه الصعوبه هي في انني نشعل الكاميرا ونفهمتيني، ماشي حيت ما كنستمتعش، ولكن كتجيني صعيبه نشعل الكاميرا ونبدا نصور وكذا. ما علينا الاخوان، عدنا والعود احمد. يا واش المخربقين معكم خوكم مخربق في فيديو مخربق. اليوم الدراري والدريات عندنا فيديو جديد، غندخلوا نتفرجوا فيديوهات، كانت شي حاجه كضحك غادي نضحكوا عليها، كانت شي حاجه خاصها تناقش غادي نناقشوها، وهذا هو الكونسيبت ديال الشين اصلا. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تضربوا واحد لايك سبسكرايب، ما تنساوش دوزوا عندي الانستغرام، تما كنبارطاجي معكم ستوريات، كنبارطاجي معكم ريلات. مرحبا بكم الاخوان في انستغرام، وفي انستغرام كتكونوا قرابين ليا اكثر من يوتيوب. وشكرا للناس اللي كيكتبوا لنا كومونتيرات زوينين، شكرا للناس اللي كيديروا لنا لايك، شكرا لاي واحد كيتفاعل معنا باي حاجه، فهمتي كيف ما بغات تكون يا بارطاجي اي شكرا لكم بزاف، وشكرا للناس اللي تابوناو جداد معنا في الشين، ومرحبا بكم الاخوان. نحاولوا هذا الفيديو هذا نوصلوا لواحد 1000 لايك، ضرب معاك شي كومونتير زوين، ما نطولش عليكم نبداو. شنو هو الحل اللي خاص يدار باش ما بقيش المغرب يقترض قروض من عند صندوق النقد الدولي او من البنك الدولي؟ تغيير المناهج الدراسية الاقتصادية، لأن المناهج الدراسية الاقتصادية هي التي تؤدي إلى الفاعلين السياسيين والصناع القرار إلى التفكير بازدواجية مغلوطة. ما هي الازدواجية؟ هي أنه عندنا مشكل نحتاج تمويل، يا إما نزيد في الضريبة يا إما نقترض، والاقتراض هو زيادة في الضريبة مستقبلية. ففي آخر المطاف نحتاج تمويل نزيد في الضريبة، في حين الوسائل التمويلية الممكنة لتمويل مشاريع كبرى بدون مديونية لا تعد ولا تحصى. عندنا البي او تي، عندنا الفيفا، عندنا التمويل المواطن، عندنا ما تمشيش بعيد، علاش بالضروره يزيدوا عليك في الضريبه؟ راه بالعكس كيزيدوا عليك في اي حاجه. دابا الدوله خاصها فلوس، خاصهم يقادوا واحد الشانطي معين، خاصهم مثلا يخدموا على بروجيات كبار. شكون اللي مثلا اقرب واحد اللي يقدر يحضر لهم دوك الفلوس؟ اللي هو المواطن. ما عندناش المشكل في ان المواطن يحضر لهم الفلوس، ولكن المشكل فين كاين؟ هو الطريقه باش داك المواطن كيجبدوا منه الفلوس. انا اليوم في حي واحد من اشهر الاحياء في مدينه العيون، حي الزم، او كما كيسميوه بعض الناس بالحي الحجري. كنحيطوا به عدد من الشوارع المعروفه، من بينها شارع بوكرع وشارع سكيكيمه وشارع مزوار، ولكن قليل اللي عارف منين جا هذا الاسم. انا في الاول بصراحه كان كيبان لي ان كلمه الزمن عندها معنى اخر، ولكن من بعد ملي سولت وبحثت عرفت ان عند الصحراويين كلمه الزمن كتعني الهضبه او المكان المرتفع، وحسب روايه متداوله عند عدد من سكان المنطقه، فهذا المكان كان عباره عن هضبه قبل ما يتبنى فيه الحي، ومن هنا جاء اسم حي الزمن. عرفت اش ورك عليها الاخ في الاخر. انا واحد الانسان كنرياكت على فيديوهات، دابا نورمالمون راه فيديو عادي هذا، ولكن تخيل معايا انا كنرياكت على هذا الفيديو والناس طارقيني مثلا في التلفزيون ولا كيتفرجوا يطلع لهم حي. المشكله ماشي في الاخ، المشكله مجرد انه كيبارطاجي المعلومه. هو فري راه كاين هذا الحي، وهذه القضيه ديال هذه الكلمه هذه ما يمكنليش انا نقولها، فهمتيني؟ راه فريمون عند صحراوه ما كتعنيش ديك، فهمتيني؟ كتعني حاجه اخرى عندنا واللي هي الهضبه. انا اول مره نعرف الهضبه، المهم انا عارف هذه الكلمه كتعني شي حاجه اخرى. لذلك حاول ترقي المخ ديالك وعرفها بان هي راه في الاصل كلمه زوينه عند بعض الناس، ولكن فريمون عندنا حنايا راه كلمه كتعني حاجه وحده. واحد الحلقه كانت طلعت عندي واحد الدريه مألمه وكتبكي بالغوات، ما قدرتش بان الاب ديالها، وملي مشات عند امها قالت لها دابا شنو بغيتي؟ دابا واش بغيتي نمشيو نديوه للحبس؟ شكون اللي يخدم علينا؟ ودابا الا مشى عند شي وحده الا جرينا عليه هو اللي كيجيب المنظر يمشي عند وحده اخرى، واش بغيتي تخرجي على العائله؟ كيفاش نتيا متعرضه نقول هاد الكلمه؟ متعرضه، وبنتك جات كتبكي كتقول لك ماما بابا، كتقولي لي سكتي راه غيمشي يخدم على عائله اخرى. ما نكذبش عليكم، انا نكون مثلا نجي عندي بنتي تقول لي شنو طرا ليا وكذا سميتو مع الاب اللي هو الزوج ديالي، المهم سمحوا لنا على هذا، نصيفطوا للحبس. هذا يصيفطوا فين يتربى؟ هذا راه انسان غير صعيب اش تعيش معاه؟ شنو وصافي هو وصل للطال الاخرى ديال المرض. هذا الانسان هذا انسان غير متكامل، انه قدر انه مع بنته صعيب الحال صعيب. هذا راه ما خاصوش، هذا راه خاصو يمشي للحبس، هذا راه خاصو يمشي يداوى، هذا انسان مريض، هذا راه ماشي كيفاش غادي تكملي معاه ديك العلاقه الزوجيه ديالك كيفاش. ودابا المشكله بحال هاد اللعيبات راه كيطراو بزاف، وشحال من اسره ساكته على هاد اللعيبات هادو، شحال من فهمتيني ساكتين ما باغيين يعيشوا صافي. تلقاي مسكين شكون اكبر مضرور في داك الشيء هو داك الطفل المسكين. قالت لي ماما نجيب لك فروش طيبيه لينا،
دخلنا عليكم بالله واش هذا فراج. شو الكوكوط قداش؟ بيبي شو هذا الكوكوط قداش؟ شو هو كي داير؟ جايبها ليا من الفريكو. كان لي طيب هذا راه دينابور. دينابور قال لي ولدي واش هذا بانغوان؟ ناري وشوف لحمو، شو لحمو شحال احمر. هذا مربيه بابا في السطح. هذا اما غادي يكون البط يا اما غادي يكون شي بيبي في الغالب غادي يكون بيبي. هذا ماشي فروج. فروج عنده هاد الفخاد قدو قداك امبوسيبل. ب 7 دراهم حيت ما كنبغيش نفطر في الصباح. هذا دونتيست ما عقلت. دونتي فريس ماشي ايست، ماشي دونتيست. لا ميمكنش يكون حاجه، ميمكنش. لا يلا هاي صح. معجون الاسنان انت واحد الانسانه عربيه دوي باللغه العربيه. دونتيست زعما كيفاش زعما طبيب ولا ما عمرني شفت شي بنت مدلوله حتى لهادي اللي شفت اليوم راه الاخر ستاج الوحشه في مراكش. تخيل معايا انا خارج من الخدمه جاي بيركب الباب دكاله، ركبت معايا في الطوبيس ياك، ركبت معايا بدات تضحك بحال هكا. واحد شويه تخوا واحد البلاصه حدايا، جات ريحت طمرات واحد شويه واحد 2 دقائق بحال هكا. هي تقول لي اخويا راه كنتي بنتي لي في واحد الفيديو في لابيسين وكذا وكذا. قلت لها راه كندير نيت انستغرام وداكشي صافي. تقول لي مزيان هادي وكمل اخويا داكشي راكم عارفين. تا قربنا ننزلوا هي تقول لي اخويا الا كان ممكن خلي لي انا مرتك بغيت نهضر معاك في شي حاجه ضروري وبغيت نسولك في شي حاجه في هادشي ديال انستغرام. واش اختي انت مدلوله؟ واش ما كتحشميش تهضري مع ولاد الناس؟ ونزيدك واحد الحاجه راه عرفتك انت ما بغاش تسوليني، باغا النمره ديالي حيتاش عجبتك حيتاش انا عجبتك. ونزيدك واحد الحاجه اخرى ما غنعطيكش النمره. نقول لك علاش، حيتاش انا كنبغي ريحانه في هذا العالم كامل، كنبغي غير ريحان. يلا قطعي وسيري في حالك ما بقاش تهضري معايا. ما عمرني سمعتي لا قطعي ودوري ما تبقاش دوي مع السيد. راه السيد كيبغي ريحانه صافي حي ندويش صافي. انا واخا الصراحه ما كنعرفش هاد ريحانه هادي، ولكن كنظن بان عندها دور كبير باش ان هاد السيد دار هاد الفيديو هكا. ريحانه الغيره ديالك راه كتشوف السيد. دابا انت السيد ربما هو جا شرح لك الموقف شنو طرا ليا في الطوبيس تقدر لا دير فيديو. والسيد هو راه الناس كيعتبروه حمق صاحبي. شفت بزاف الناس دو على هذا الفيديو هذا. شوف استحضرت قولا واحدا كما قال الاول: ديني عزة لست ادري اذلة قومنا من اين جاءوا. اذا كيبقى المشكل في العقيده، لان من يركع لغير الله لان العجينه خاصها او من تيقول ليه الاب ديالك طاح قال لي من الخيمه خرج مايل. الحمد لله نسال الله التابع. او ماي جاد. المشكله صافي دابا واخا ما عرفتش شنو يكون هذا السيد اصلا. دابا هو نبي ما هو رسول، مجرد انسان. الا كان كيدير شي حاجه زوينه في الحياه راه كيبقى في الاخير انسان. ودابا المشكله فاش كتشوف انسان بكل قوى عقليه وانسان عاقل وبالحيت وكيدير بحال هذا الشيء مشكله صاحبي. وكاع هذا الانسان شنو غادي يكون كاع كيعطيك باش انت مثلا تمشي تبوس ليه رجليه ولا تمشي ترك عليه على رجليه. والله سبحانه وتعالى اللي خلقك وكرمك بزاف ديال الحوايج، ملي كتبغي تطلب منه شي حاجه كتكون بوعدك وكتصلي بوعدك وكتطلب منه ديك الحاجه بينك وبينه. فما بالك انك دابا انت غادي تركع واحد الانسان عادي تركع عليه على رجليه تبوسها عليه وكاميرات كيصوروا. غريبه صاحبي. عرفتي الحمد لله الاخوان واخا زعما الايمان ديالنا قليل شويه، ولكن او كتعرف شي لعيبات فهمتيني. ما واصلش لهاد الدرجه ديال قله الايمان والحمد لله. اكبر غلط تقدر ترتكبوا البنت هي مثلا اللي عارفه راسها ما عمرها جربت تقطع شعرها. كتزغل ليها الدبانه ديال عقلها كتقول لها نوضي قطعي شعرك. كتستقطير واحد الكارثه. مالك شعرك زوين خليه يسوي صافي. انت عندك 40 عام مروح دريه عندها 20 عام يلاه باغا تعيش وانت طافي. انت دوزتي حقك في الدنيا بحال جاك اكتئاب ولا عييتي. هذا هو اللي ولا دابا الطلاق كثر. كيقولوا علاش طلق كثر؟ شحال هذه الوالد ديالك عنده 18 عام واخد الوالده ديالك عندها 16 عام ما كيعرف حتى مرا اخرى من غيرها. كيموت معاه وكتموت معاه.
دابا السيد مدوز 10 العلاقات 20 علاقه، ملي جا خدا واحد السيده ديما كتبان له فاشله، وديما كتبان له ما في يديهاش، وديما كتبان له منقوعه وما كدير حتى حاجه. علاش؟ لان دوز بزاف د العلاقات، سكن مع البنت، شقات ليه، جمعت له الدار حادقه وما خداهاش. هذه حقيقه اخي. شي ملي كتكون انت اصلا هادشي اللي خاصك تعيشو نورمالمون مع مرتك تعيشو مع اي انسانه، كطيح في هاد المشاكل وفي هاد سميتو. سبحان الله هاد السيده هادي ما عرفتش علاش عزيزه عليا، فهمتيني؟ ما عرفتش شي لعيبات بعض المرات كيطلعوا لي شي فيديوهات ديالها ولا شي لعيبات كدوي كتجيني هضرتها مره منطقيه مره ما كنتفقش معها، ولكن على كل حال ما عرفتش كتدخل الخاطر وعزيزه عليا. مباشره من قلب مولاي عبد الله تنموت ما وقرومش. مشاهدينا الكرام، الوالي باش الناس يجيو يترحموا عليه كيجيبوا الشمع ولدون وكيتفسخوا فيه. مشاهدينا الكرام، اللي بغات تزوج مع ليجنا غدير تجيب الشمع مشاهدينا الكرام وتحطه في راس الوالي مشاهدينا متباينه، ولا تجيب الحنه وتلوحها في الحفره وتخشى فيها وتخرج. مشاهدينا الكرام، واش هذا يعني والي مشاهدينا الكرام؟ باش انا بنادم اللي جا كيدير هاد الحاله هادي. والله الا الله يهدي ما خلقش شي بحال هاد النوع ديال الناس. غادي حاجه وحده اللي غادي تقدر انك تقولها في حقهم، هو الله يهديهم صافي، الله يهديهم والله يرد بهم. وهذا راه دليل على ان الانسان غير مؤمن، قله الايمان عنده في القلب مزيان. حيت دابا تخيلي معايا انت كتستبعدي عظمه الله انك تمشي وتدعيه وتقولي يا ربي زوجني ولا يا ربي عطيني وعطيني، وخصك تصبري وداك الشيء اللي طلبتي راه غادي يعطيه لك، وتا ما عطالكش راه الجزاء ديالو يقدر يكون في الاخره ولا ما باغيش يعطيه لك في الدنيا. وانت كتمشي عند واحد الانسان اللي خلقه اصلا سيدي ربي ومات في واحد الوقت ودفنوه، كتمشي عنده باش تطلبيه باش شات الكل اللي خادا صح. ومع احتراماتي زعما انا راه هادشي نوع من الجهل. كي جاتك؟ خايب نكذب عليك. قول لي بغيت نسولك دابا هاد المقادير خديتيهم من يوتيوب ولا من الدارك ويب؟ الو سي اسماعيل، ما كنسمعكش اصاحبي. غوت راه المقادير مغطين على صوتك. جاني بحال ضاربك البرد بحال عيانه. هاك هاد فيتامين سي ديري بحال سمعي الصوت، سمعي الصخر ديال العين ديابه ديالك. يقدر شي واحد يقول شكون، والله راه باب هذا باب. ولكن انا صوبتها لك بحب. عرفت قيمتي عندك دابا، عرفت لا هو الحب اللي كتحبي. اش نقول لك، ما ندوش المختبر. والله تقدر تكون شي حاجه نادره وناخذوا براعه الاختراع، براعه الاكتشاف. ولكن واخا هكاك كنضحك معاك، بالعكس هذا مجهود لا تشكرين عليه. لغز هذا ياك ماشي اكله، لغز. هي صراحه انا تقدر نعذر الزوجه ديالي نبغى نتزوج بها على باش كتعرف الطيب وكذا، هي ماشي دائما فهمتيني، حيت صافي داك الشيء عندو واحد الشر. انا ما تعلمتيش داك الشر الطيب غادي تبقاي تشوفي مني واحد الفيرسيون ديال طحن الخواطر ما مزياناش. راه كل رجل عظيم امراه، راه ماشي انت، راه الوالده، راه الوالده هي الوالده ديالك، هي العظيمه، هي اللي رداتك هذا الشيء اللي وصلتي ليه. راه الوالده ديالك هي اللي ضربت الثمانه، ضربت بزاف د الحوايج. هي الوالده والابا حتى هو، هذوك هما العظماء اللي كانوا موراك انت. انا كنهضر على الام ديالك اللي كانت قبل منك واللي ضربت الثمانه وبزاف ديال الحوايج باش توصل لهذا الشيء اللي وصل له انت، واخا غير شويه. وهي ممكن تكون الام وتكون حتى المراه فهمتيني، حيت راه حتى المراه ممكن انها تعاونك بزاف في حياتك باش توصل زعما بزاف ديال الحوايج. الشيء المراه راه تقدر تعاونك هي معنويا، تقدر تمشي بزياره صح. عرفتي شنو هي؟ تكون عندك شي مرا كتثيق فيك واخا انت كترون في الحياه، وصعيبه صاحبي. حتى الا ثقت فيك شي وحده وتا فهمتيني باغي دير واحد الحاجه اللي اصلا ما مامن بك حتى شي واحد وهي بوحدها اللي مامنه بك، فاش كتوصل لديك الحاجه راه فريبو ديك الامراه راه عظيمه اللي بوراك فهمتيني. يعني راه ما نستبعدش بان الزوجه ممكن تكون امراه عظيمه ملي كتبغي تضحك وكيديروها بصح. راه بالكم اخر الاخبار غنتزوج. وعضحك والله كنضحك، والله كنضحك كنضحك والله. وعديد بغا نصور عديد والله ما انا وعابغا نصور فيديو صافي تفكوا مني. طاحت لكم في راسكم.
على سبا شي بعدا العائله، على سبا خصهم فين ينشطوا فين. وهي صراحه راه خويا عاوتاني راه حتى شي وحده ما كتكره ولدها يكون مزوج ومستقر صاحبي وكذا. عرفتي راه شحال من عندها عقده نفسيه هي ان ولدها ما باغيش يتزوج ولا ما معطل الزواج وكذا. هي فعلا الانسان خاصو يصبر على روحه ما يوجد راسو ويلقى الانسانه المناسبه وكذا، ولكن في نفس الوقت راه خاصك تكون عاوتاني انت كابابل وكذا، وتشوف ديك امك راه باغا حفايد، باغا تشوفك مستقر وكذا، حيت ما هو المغزى من الحياه لما كنتش تتزوج. شنو غتبقى عايش باش تعيش؟ ما دير لا خاله في الاول. ماشي كنقاص انا، اي واحد طلعت معاه في الطاكسي نعطيه 6 دراهم، ما نزيدو حتى ريال اخاي، ما نزيدو حتى ريال. اي واحد طلعت معاه واش تبقاو تستغلونا ولا؟ وحنا العروق دمارتينا صاحبي، خلق وترابي فهاد ما تعلق ولا ما تعلقش يا صاحبي. انا كنعرف 6 دراهم 6 دراهم مخير كيخلص والله لا دا بنادم على الفرنك وخاي، اقسم لكم يمينا لا دا على الفرنك وخا نوصل معاه فين ما وصلت. وحنا ميتين صاحبي، ما خدامين ما ردامين وتقول لي انت على الفرنك ولا كيفاش عملتي لا؟ كيفاش عملتي لا؟ وعلى الفرنك ديري احسن كوميساريه. انا غنزيدك 4 دراهم لا صاحبي، نزيدك 40 درهم و4000 درهم و4 المليون. حق ما يزيدش عليا، سمعتي؟ ما يزيدش عليا، ما محقوش يا صاحبي، ما محقوش. تقول لي نزيد لك 4 دراهم صاوش، حنايا واقفين ل 4 دراهم ديالك ولا؟ شحال الهضره كي دايره ديال نزيدك 4 دراهم؟ راه ماشي المساله، ماشي مساله واش 4 دراهم ولا 2 ريال ولا ريال ولا، راه مساله ان بنادم كتحس به باغي حيت الليل ولا حيت جا الصيف بنادم كيزيد. علاش تزيد؟ شنو هو الفرق ما بين الشتاء وما بين الصيف؟ حيت فريمون راه في هاد المناطق ديال الشمال مارتيل تطوان كذا راه واحد الدرجه ديال الاثمنه عرفتي كطرف صافي ماكو بصح. راه بنادم راه الصيف ارتاح صاحبي. جبت 10 في الباك وقلت ندفع التعليم الخدمه اللي عطاوني. جهد كبير اصاحبي، جهد كبير هذا اصاحبي. المهم الخوت هادشي كان عندنا في هذا الفيديو، نتمنى من الله انه يكون عجبكم، ضحكتوا واستمتعتوا معنا. واحد شويه عجبكم الفيديو ما تنساوش تضربوا لايك سبسكرايب، ما تنساوش تدوزوا عند الانستغرام تما كنبارطاجي معكم ستوريات، كنبارطاجي معكم ريلات. مرحبا بكم الاخوان، نحاولوا هذا الفيديو هذا نوصلوا لواحد 1000 لايك. ما تنساوش تضربوا معكم شي كومونتير زوين بحال وجهكم. ما نطولش عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. تهلا.